كأس العالم يكون معاك وفي بيتك تقوم حاطه في صندوق جزم ومخبيه تحت السرير. قصة غريبة قوي، مش كده؟ بس القصة دي سببها الحرب العالمية التانية اللي وقفت نسختين كاملين من كأس العالم وخلت العالم كله يتحرم من تاريخ كروي ويعيش لحظات من الخوف والرعب والألم بسبب قنابل وطيارات ورصاص ممكن يقضي عليهم في أي وقت. ايه هي حكاية كأس العالم مع الحرب العالمية التانية؟ في البداية ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نعرف قصة كأس العالم والحرب العالمية التانية. لو سألتك سؤال في الكورة وقلتلك انجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا هيلعبوا ضد ألمانيا وإيطاليا واليابان، تتوقع مين يكسب؟ أكيد هتقولي دي ماتشات جامدة جدا وصعب إن انت تتوقع مين اللي يكسب، لكن في الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير. السبعة دول قابلوا بعض في الحقيقة ونزلوا دب في بعض، وبالمرة خدوا لهم كام دولة في النص ونزلوا دب فيهم. والكلام ده حصل في الحرب العالمية التانية، والنتيجة ملايين من الضحايا في العالم كله. دول الحلفاء بقيادة إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا ضد بلاد المحور ألمانيا واليابان وإيطاليا قرروا يلعبوا ماتش كبير، بس طلع ماتش حربي كبير. فكان هنا السؤال، إيه هو مصير كرة القدم في العالم، وخصوصا أهم بطولة في العالم وهي المونديال؟ بعد إقامة 3 نسخ من كأس العالم 1930 1934 1938. 1930 اللي فازت بيها أوروجواي، 1934 اللي فازت بيها إيطاليا، وكررت نفس الإنجاز في كأس العالم 1938. زي ما انتوا عارفين الحرب العالمية التانية كانت من سنة 1939 ل 1945. على أساسه تم إلغاء بطولة 1942 اللي كانت هتبقى في ألمانيا. يعني زمان دلوقتي هتلر كان محتل العالم كله ومعاه كأس العالم في إيده، وكنا زماننا شايفين صورة لهتلر كانت ممكن تحصل لو هو ماسك كأس العالم في إيده وعليه الصليب المعقوف. وطبعا كأس العالم 1946 اتلغى لأن الحرب كانت لسه خلصانة قبليها بسنة، وكل الشعوب كانت بتشوف هتعمل إيه وهتعيش حياتها إزاي وإزاي هتعيد البنية التحتية والمعيشة بتاعتهم بعد الحرب العالمية. فما كانش حد مركز يا معلم، ولا في كورة ولا في بتاع. هنا حد يسألني، طب يا معلم كأس العالم نفسه فين؟ الكاس بتاع البطولة نفسه كان فين في الوقت ده أثناء الحرب العالمية التانية؟ نسخة كأس العالم دي كانت تسمى باسم صاحب فكرة كأس العالم جول ريميه، لكن المنطقي والطبيعي والأكيد إن النسخة الأصلية من كأس العالم موجودة في إيطاليا. ليه النسخة دي تكون في إيطاليا؟ لأن إيطاليا هي اللي كسبت كأس العالم سنة 34 وسنة 38، علشان كده هي محتفظة بالنسخة الأصلية. لكن بعد الإطاحة بموسوليني سنة 1943 هتلر كان حاطط هدف إن هو ياخد النسخة الأصلية بتاعة كأس العالم دي، وكان مسخر كتايب عنده إن هي تدور وتفتش كويس جدا داخل إيطاليا عن نسخة كأس العالم الأصلية جول ريميه. هتلر كان مكلف كتايب من الجيش الألماني إنها تدور على الأشياء التذكارية والأشياء الأثرية ذات قيمة في كل دولة دخلها هتلر علشان يحتفظ بيها وتتحط في دولة ألمانيا. لكن أوتورينو باراسي المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم الإيطالي خد الكاس في السر من بنك روما وخباه عنده في بيته اللي في مدينة كريمونا في شمال إيطاليا، وحطه في صندوق جزمته تحت السرير. تخيل لو عندك كرتونة جزمة من التوحيد والنور ولا زلط ولا باتا ومعاك نسخة كاس العالم وتحطها فيها وتحطها تحت السرير جنب بقى شراباتك وورقك وحاجاتك وكراكيبك اللي انت سايبها تحت السرير دي للزمن لحد ما تكمكم. الراجل عمل فيها من بنها وخباها تحت السرير وقال لك المكان ده محدش هيوصل له. وفعلا القوات النازية فتشت بيته أكتر من 3 مرات، وعمر ما عسكري واحد فيهم فكر حتى يفتح صندوق الجزم ده ويشوف فيه ايه. إيطالي صايع برضه لعبها لعبة السهل الممتنع. الكاس فضلت تحت السرير 7 سنين يا مؤمن. الحرب خلصت والألمان خسروا والحلفاء كسبوا لحد سنة 1950.
مع عودة كأس العالم الجديدة في البرازيل قالوا لا هات الكاس بقى، طلع يا عم اللي تحت البلاطة. الكاس كلته الحتة وبقت ريحته نفتالين، وفعلا سلمهم الكاس وهم كرموه في الماتش الافتتاحي للبطولة، وعملوا بطولة ودية باسمه بين بطل كاس إيطاليا وبطل كاس إنجلترا. نسخة 74 تم تغيير شكل كاس العالم من النسخة القديمة للنسخة اللي احنا بنشوفها حاليا في كل بطولات كاس العالم. الكاس القديم احتفظت بيه البرازيل، والكاس الجديد ما بقاش لأي منتخب يفوز بيه الحق إن هو يفضل النسخة الأصلية عنده، بتفضل عنده مدة صغيرة وبعد كده بياخدوا نسخة مقلدة مطلية بالذهب. اكتبوا لي كده في الكومنتات لو كان هتلر عطر في كاس العالم ده فعلا النسخة دي ولقوها تحت السرير، أولا احنا عارفين مصير الراجل ده كان هيبقى ايه، كان الله يرحمه الحاج بارسي بذمة الله. لكن كاس العالم نفسه الألمان كانوا هيعملوا بيه ايه؟ أو كانوا هيحطوه في متحف، أو كانوا هيسيحوه، ولا كان ايه اللي هيحصل فيه بالظبط؟ تعالوا نشوف كده نسخة 1950، النسخة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، ايه هو مصير منتخبات دول المحور الخاسرة من الحرب العالمية الثانية؟ تعالوا نروح للزغلولة الكبيرة وهي ألمانيا. الفيفا قررت منع المنتخب الألماني من المشاركة في عام 1950، لكن الألمان عملوا جيل ذهبي وخدوا استراحة محارب وقدروا إنهم يفوزوا بلقب كأس العالم 1954 بعد خسارتهم الحرب العالمية الثانية وبعد ما تم إقصائهم من كأس العالم 1950. ودي كانت مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق. بعدها طبعا انتوا عارفين ان ألمانيا شطحت في كأس العالم واخدت 3 نسخ كمان سنة 74 و90 و2014، وبقى عندها 4 بطولات من كأس العالم. أما بقى عن اليابان فيا عيني على اليابان واللي حصل في اليابان في الحرب العالمية الثانية، وطبعا انتوا عارفين انها اتضربت نووي. اليابان كمان الكورة ما كانتش حباها خالص من سنة 50 لحد سنة 98. اليابان اتمنعت انها تلعب في كأس العالم 1950، لكن للأسف ما قدرتش تصعد كأس العالم خالص غير سنة 98. الوحيدة اللي فلتت من الموضوع ده كله والعقوبات هي إيطاليا. إيطاليا الفيفا قررت إن هي يسامحوها أو يتم العفو عنها لسنة 1950 لأن هي خرجت من الحرب بدري، لكن المنتخب الإيطالي كان رايح بفريق منهمك وتعبان وفي نفس الوقت حالتهم المادية سيئة، وخرجوا من الدور الأول في بطولة 1950. لكن طبعا زي ما انتوا عارفين ان ايطاليا كسبت بعديها بطولتين سنة 82 وسنة 2006، وبقى عندها برضو زي ألمانيا 4 بطولات كاس عالم. تعال بقى نروح لدول الحلفاء يا معلم ونشوف منتخبات دول الحلفاء عملوا ايه في كاس العالم وتاريخهم ايه في كاس العالم بعد الحرب العالمية الثانية. نروح للزغلولة الكبيرة وهي انجلترا. انجلترا بعد الحرب العالمية الثانية ما فازتش بكأس العالم غير مرة واحدة، وهي المرة اليتيمة الوحيدة اللي فاز بيها منتخب انجلترا، كانت على أرضه سنة 1966، ويشاء الصدف إن هي تكون ضد ألمانيا في النهائي، وعليه انجلترا كسبت النهائي من المانيا. واتعمل بعد الماتش ده هتاف تاريخي من الجمهور الانجليزي حافظه لحد دلوقتي وبيرددوا في ماتشات انجلترا والمانيا. الهتاف بيقول كسبناكوا في 2 حرب عالميه، حرب عالميه اولى يعني وحرب عالميه تانية، وخدنا منكم كاس عالم. يعني شغل كيد من الاخر. World Wars and 1 World Cup, England, England. 2 World Wars and 1 World Cup, England all the way. Oh, you got it, my son. We're going to blow them away, eh? أما عن فرنسا لما لقت نفسها مش عارفة تاخد بطولات بلعيبة فرنسيين 100%، فقررت تجنيس لعيبة أفارقة كتير جدا سنة 98 وسنة 2018، البطولتين اللي أخدوهم فرنسا لكأس العالم 98 على أرضها و2018 في روسيا. وكانت قريبة جدا جدا إن هي تعمل معجزة وتاخد بطولة ثالثة أمام الأرجنتين 2022، لكن ميسي ورفقائه عندهم رأي تاني خالص. عن أمريكا، فأمريكا يا معلم بتبص لكرة القدم نظرة تانية خالص بعد الحرب العالمية التانية.
أمريكا بصت لكرة القدم على إن هي بيزنس، غرض مادي كبير إزاي أكسب منه فلوس. استضافت كأس العالم 94 وبتستضيف دلوقتي مع المكسيك وكندا كأس عالم 2026. بالنسبة بقى للدب الروسي، فروسيا يا معلم انتوا عارفين روسيا قوية جدا جدا في ألعاب القوة، فبالنسبة لهم كرة القدم مش حاجة مهمة، لكن الكرة الروسية تطورت جدا في السنوات اللي فاتت. روسيا لما استضافت كأس العالم 2018 وصلت لدور الثمانية، وده كان إنجاز تاريخي للمنتخب الروسي. ساعتها الناس كلها شكت وعملوا تحليل منشطات واكتشفوا إن المنتخب الروسي كان بياخد منشطات، وعليه تم منع المنتخب الروسي من اللعب دوليا من سنة 2018 لحد سنة 2022. وهي دي حدوتة كأس العالم والحرب العالمية التانية باختصار شديد جدا. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام.